قدم السكري من الحاجات المنتشرة جدا في وسط مرضى السكر. الكبسولة دقيقة لصحتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم السكري من الحاجات المنتشرة جدا في وسط مرضى السكر اللي سهل تجنبها خوفا من دخول في مشاكل احنا في غنى عنها. القدم السكري اي مريض عنده سكر دخل في احد مضاعفات جروح او التهابات او خلافه، ده بنسميه قدم سكري. سهل جدا يتجنب المضاعفات دي او انه الحاجه الصغيره دي تتحول الى مريض سليم تماما او قدم سليم تماما عن طريق شويه نصائح بسيطه جدا، زي مثلا ارتداء احذيه مريحه، تجنب ارتداء احذيه ذات نعل خفيف او خف خفيف وبالتالي يتجنب الضغط على اماكن معينه في القدم. فحص القدم يوميا، ممكن مرة الصبح ومرة بالليل، بالذات من القدم من تحت أو ما بين الأصابع، ده بيجنبنا مشاكل كتيرة جدا. في وجود جرح حتى لو صغير أو جزء من الاحمرار أو التهاب بسيط أو مشكلة ما بين الأصابع عند هذا المريض، التوجه فورا لدكتور ممكن يغنيه عن مشاكل كتيرة جدا حتى لو كانت الحاجة دي صغيرة. طبعا الأساس هو إن احنا نتحكم في السكر. طول ما السكر مظبوط طول ما احنا تجنبنا مشاكل القدم السكري. برضو التدخين، وده كده كده ربنا يبعدنا عنه، بس بالذات قدم السكري او مريض السكر اللي بيشرب سجاير بتتزايد احتمالات الاصابه بمضاعفات القدم السكري وانسداد الشرايين وتصلب الشرايين بنسب عاليه جدا جدا جدا. اذا التوقف عن التدخين احد اهم الاسباب اللي تجنبنا هذه المشاكل. اخر حاجه ربنا يعافينا جميعا، النظافه الشخصيه طبعا دي من اهم الحاجات. غسيل القدم يوميا والنظر فيها كويس جدا، زائد التنشيف. اهم من الغسيل تنشيف القدمين كويس جدا جدا جدا، ده بيغني عن مشاكل كتيره جدا في القدم السكري. الف سلام عليكم جميعا. عيادات روح الحياة، رسالة سامية وخدمة راقية.